متتبعي قناة طيور تيفي، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع حلقة اليوم نتكلم فيها عن أخطاء يجب تجنبها في عملية رجن الدجاجة أو رقودها على البيض. فأنتم تلاحظون في هذه الأثناء أن الدجاجة دخلت إلى هذا المكان كي تضع بيضها، وهو المكان الذي كنت أخصصه لعملية الرجن، وهذا خطأ فادح كنت أقوم به. لذلك فإني قررت أن أشاركه معكم حتى لا تقعوا في نفس الخطأ. فهذا المكان كما تلاحظون هو مكان ضيق وتجد فيه الدجاجة صعوبة كبيرة. لاحظوا، فهي نفسها لا تجد راحتها في عملية وضع البيضاء أو عملية الرجن. لذلك أنصحكم إخواني الأعزاء متتبعي قناة طيور تيفي، وحتى نكون معكم في مصداقية تامة لكل ما ننقله لكم ولكل النصائح التي نقدم لكم، أنصحكم بأن لا ترتكبوا هذا الخطأ. فأنا بنفسي قمت بإعادة النظر في هذه العملية أو هذه الطريقة، وقد غيرت مكان رجن الدجاجة بحيث وضعت لها مكان واسع أو عش واسع يسع لها ويساعدها على عملية الرجن العادية والمريحة. فكما تلاحظون إخواني الأعزاء، فالدجاجة هي راجنة على البيض، وهي قد وجدت ضالتها ووجدت راحتها في عملية الرجن. لماذا؟ لأن الطريقة الأولى لا تساعدها على الرقود على جميع البيض، ويبقى لها بعض الجوانب الفارغة والتي تسمح إخواني الأعزاء بمرور الهواء. ففي هذه الوضعية فهي حاضنة على البيض، والبيض تصله درجة الحرارة التي تجب أن تكون متوفرة حتى تنجح عملية التفقيس. لذلك إخواني أنصحكم، والنصيحة لله، ألا ترتكبوا الخطأ، وأعيدوا النظر في عش الدجاج الذي تودون وضعه للدجاجة حتى تقوم بعملية الرجن. فيجب أن يكون هذا المكان متسع شيئا ما حتى تجد راحتها بشكل كامل وتام، وحتى لا تضيع في وقت مدته ما بين 18 يوما و22 يوما، هذا بالإضافة إلى ضياعكم في كميات البيض الذي لا محالة سيفسد إن لم يكن المكان المخصص له مكان مريح. فحتى بالنسبة للصندوق الذي ترونه، فقد هيأته لعملية بيض الدجاج، وهو مكان متسع إلى حد ما. هذا المكان يصلح فقط لعملية وضع البيض. أما عند عملية الرجن فأنقل الدجاجة إلى المكان المخصص له، وأعزلها تماما عن بقية الدجاج حتى تكون مريحة وحتى تشعر بالأمان، لأن في هذه الوضعية تكون الدجاجة أكثر انفعالا وأكثر خوفا على بيضها، وهذه مسألة فطرية وسبحان الله. لذلك فإني قررت أن لا أبخل عليكم بهذه النصيحة. وإذا أعجبكم إخواني الأعزاء هذا الفيديو، لا تنسونا بالدعاء، ولا تنسوا المشاركة في القناة، بل لا تنسوا تسجيل إعجابكم حتى يصلكم كل ما هو جديد. ودمتم في رعاية الله.